هل نقول بكفر صدام حسين؟ هذا مما حصل جدل بين علمائنا المعاصرين فيه، فمنهم من قال لا نقول بكفره ونتوقف لأنه قد أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين قبل موته، فلا نقول بكفره. وهذا الذي يظهر أننا نتوقف ولا نحكم عليه بأنه مات كافرا لأنه تاب في الظاهر، ولكن ما بينه وبين العباد فهذا مظالم مبنية على المشاحة سيطالب بها صدام وغير صدام، والأمور لله جل وعلا. وأما ما يتعلق بموته فأمره إلى الله جل وعلا، فلا نحكم له بجنة ولا بنار صدام لما حصل له من تغير في آخر أمره. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا حديث عظيم. صدام حسين فيما ظهر للناس ومن رآه أنه نطق بالشهادتين عند شنقه، وكان مقبلا عن المصحف في ظاهر أمره تلاوة قراءة، مقبل عن المصحف، فلا نستطيع أن نحكم له بجنة ولا بنار، نقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا داعي للجدل في صدام، أمره إلى الله. وأما ما يتعلق بالمظالم فكما علمتم بين ما كان يتعلق بحقوق العباد فمظالم العباد مبنية عن المشاحة سيطالب العباد بها. فكم من قتيل قتله صدام، وكم من فساد نشره صدام، ومن أعظم ما نشره من الفساد في بلاد العراق بعد أن كانت بلاد سنة البعثية التي لا تؤمن برب جل وعلا، وإنما تؤمن بالبعث ربا. آمنت بالبعث ربا لا إله له، لا إله لا شريك له. نعم أحسنتم. آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا لا ثاني له، وبالعروبة دينا ليس له ثاني. أحسنتم. هذا مبدأ البعثيين، فيؤمنون بالبعث ربا وبالعروبة لا دين مثل لها، عروبيون متعصبون ونسأل الله العافية. وبالعروبة دينا، هات لنا الجزء الثاني منه. بالعروبة دينا لا ثاني له، ما له ثاني. أحسنتم. وبالعروبة دينا ما له ثاني، لا إله إلا الله. ما في الدين الإسلام، لأن العروبة دين ما لها ثاني، لا دين إسلام ولا غير دين إسلام. بعثيون كفار لا يشك في كفرهم ويجزم بكفرهم، فإنهم لا يؤمنون بالرب ويؤمنون بالبعث ربا، يصدرون عن قرارات البعث وعن حزب البعث وعما قرره بشيء العفلق البعث الخبيث. فإن صدام من طلاب ذلك المجرم، يعتبر من طلابه، واستفادوا البعثية من جهته، وهو مصدر البعثية ومصدر الشر، اغتروا به وعظموه وكبر في صدورهم فتأثروا به. مع ذلك نقول هذا فساد الأول، وما كان يتعلق بالله فالله غفور رحيم. ولو فعل ما فعل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا، لاحظ كلمة أسرفوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دعوة إلى التوبة ودعوة إلى الرجاء، وأن الإنسان لا يقنط مهما عمل، ولو عمل ما عمل فالله غفور رحيم. وذاك قتل 100 نفس وأقبل على الله والله تاب عليه وكان من أهل الجنة، وهو قد أفسد في الأرض قتلا وفسادا. سبحان الله، ما أوسع رحمته سبحانه وتعالى، ما أعظمه. ولا نقنط الناس، لا نقنط الناس، ندعو الناس إلى التوبة مهما عملوا، ندعوهم إلى التوبة والاستغفار والإنابة. والله غفور رحيم كريم جل وعلا، يفرح بتوبة التائبين، فيحث الناس ويدفعون إلى التوبة حتى يحصل خير لهم. فالناس بعضهم ربما قد قنط من رحمة الله سبحانه، أو قنط من رحمة الله جل وعلا. ولا سيما الكفار الأصليون، فيحتاجون إلى دعوة وإلى حث
وأدلة الرجاء تبرز لهم، فإنهم قد تلوثوا بالكفر. وأما أهل الإسلام فيخوفون بالله ويذكرون بالله، وتذكر لهم أنكم إذا تبتم فالله يتوب على التائبين، وهم يعرفون الإسلام ويعرفون ما يضر بدينهم، فلا تجعل الرجاء على رجاء، فإنهم غارقون في الرجاء، يحتاجون إلى أدلة ترهيب أكثر من ترغيب. وأما الكفار فيدعون إلى الترغيب أكثر من الترهيب، والمسلمون بين بين، والداعي إلى الله طبيب، فينظر الحال ويعظ بحسب الحال، ولا يقنط الناس من رحمة الله ودائما تخوي، لا، تارى هذا وتارى هذا.